إليك من زاوية هذه التصريحات المثيرة لأحد الضباط على تابعتها معنا، ما تعليقك؟ هذه الرواية تكاد تضحك كل من يسمعها، لأن جيش سوريا فيه مئات من الآلاف. فقط المؤامرة استطاعت أن تأخذ ملازم أول صغير في هذا الجيش، وهم قادرون كانوا قديما أن يشتروا نائب رئيس جمهورية، فألا يشترون ملازم أول صغير ويلقنونه هذه الرواية التي لا تعني سوى أنه ولد حاقد لا يعرف على الإطلاق ماذا يقول ولا يقدر. ولكن المسألة هنا لا تتعلق لا بالشراء ولا بالحقد، هو تحدث عن وقائع، عن حيثيات وذكر أسماء، يعني حتى أظهر بطاقته. ومدسوس في الجيش السوري، والجيش قد لا يجد يعني ملازما آخر مثله. هذه ترتيبة واضحة، وسيأتي زمن تعرفون أنها ترتيبة مكشوفة. يعني هذا ما لديك أن تقوله؟ تعولوا على ملازم أول في جيش سوريا، جيش سوريا الذي يقف بوجه إسرائيل، ملازم أول صغير. هذه قولا واحدا يجب أن لا تعيدوها على شاشتكم. أشكرك دكتور فايز عز الدين، مستشار مركز دراسات الاستراتيجية من